كل فترة يخرج علينا مغبول أو معتوه ويحرق المصحف أو يدنس المقدسات الإسلامية، أو يشتم الإسلام أو الرسول الكريم برسوم مسيئة كاريكاتيرية. الحجة دايما عند الغرب هي حرية التعبير. ما تقدرش تفهم بالتحديد فين حرية التعبير في إنك تحرق كتاب مقدس لأكثر من 2 مليار مسلم على وجه الكرة الأرضية. وليه مثلا ما بنشوفش واحد ماسك بقرة بيذبحها أو بيحرقها وهي مقدسة عند بعض الطوائف الهندية؟ الموضوع لأنه متكرر، فكان لازم نحاول نفهم الناس دي بتعمل كده ليه. بعض علماء الاجتماع بيفسروا التصرفات دي بمصطلح وهو إسلاموفوبيا، أو نقدر نقول رهاب الإسلام، أو الخوف يعني من الإسلام، وإن الغرب بيربط بين الإسلام والإرهاب، رغم إن تاريخ الغرب مليان إرهاب من أول العصور الوسطى لغاية الإرهاب العنصري ضد السود اللي لسه موجود لغاية النهاردة في أوروبا. إنما هي كده عندهم الإسلام يساوي إرهاب. بس حتى لو سلمنا بأن التصرفات دي منبعها خوفهم من الإرهاب، وأن الإسلاميين لو تم تركهم هيمارسوا إرهابهم على الأوروبيين الغلابة الطيبين، إيه علاقة حرق المصحف مثلا بالخوف من الإرهاب؟ بالعكس، انت كده بتستفز المسلمين وهتخلي اللي لا يميل إلى استخدام العنف ممكن تحت وطأة غيرته على دينه ومقدساته الإسلامية يمارس العنف كرد فعل على إهانة مقدساته وكتابه الكريم. أنا بقى عندي رأي تاني بيقول إن علشان الغرب كان محتل البلاد الإسلامية والعربية خاصة وبيحرص لغاية النهاردة على استنزاف خيرات تلك البلاد، كان أهم حاجة عند المحتل الغربي هو محو هوية البلاد العربية والإسلامية، فبالتالي هيستمر في تشويه الهوية وتدعيم حرق وإهانة المقدسات الإسلامية، خصوصا إن الدين الإسلامي دين فطرة سليمة، ودين بيدعو لستر العورة والحجاب ومنع الخمور ومنع الشذوذ الجنسي وكل الحاجات اللي الغرب بيرفع رايتها تحت مسمى الحريات. بالتالي علشان الغرب يمرر كل التصرفات دي لازم من إهانة الدين اللي بيدعو للأخلاق ورفض كل ما يخالف الفطرة، والاستمرار في تدنيس المقدسات الإسلامية هيخلي ردود الفعل تقل يوم عن يوم لغاية ما يطلع جيل إهانة المقدسات والقرآن بالنسبة له شيء لا يستحق الغضب الشديد. ونضيف بقى على الخلطة القذرة دي نشر الشذوذ والإلحاد وكل الحاجات دي، فيخرج عندنا جيل ما يعرفش من الإسلام غير الاسم، وسهل جدا يتلعب بدماغه زي ما الغرب عايز. كلنا عارفين ان الافعال القذرة دي لن تنال من الاسلام، وبيني وبينكم هم كمان عارفين ده كويس. انما الهدف هنا مش الاسلام، انما الهدف الحقيقي هو عقول اطفال المسلمين اللي هيكونوا شباب ورجال في خلال كام سنة. الهدف خلق عقول مشوهة تعاليم الاسلام بالنسبة لهم وهم، والشذوذ والالحاد هم الحقيقة. حرق المصحف عمل فردي صحيح، لكنه ضمن مخطط كبير لتشويه عقول اجيال قادمة، فانتبهوا واحذروا لأن القادم فعلا مرعب.